بعد تألقه اللافت في مباراة الموزمبيق بملعب تيزي وزو وتسجيله لثنائية خلال الشوط الأول، ارتفعت أسهم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وأسال لعاب الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة. وقد تحرك بالفعل نادي برشلونة بقيادة رئيسه لابورتا وماناجيره ديكو للتعاقد مع الدولي الجزائري من مدينة جيجل، الذي يقدم موسما خرافيا مع ناديه وولسبورغ ومنتخب الجزائر المتقدم 3-1 على الموزمبيق بثنائية عمورة. وبالفعل كان كشفوا برشلونة حاضرين اليوم في ملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو لمراقبة ميسي الجزائر الذي سيضمونه للبارسا مقابل 40 مليون يورو كعرض أولي لناديه الألماني. ويرغب برشلونة بالتعاقد مع جناح أيسر ورأس حرب هذا الصيف، وهو ما يتوفر في ماكينة الأهداف الجزائرية، الذي يحسن جيدا اللاعب كرقم 9 صريح وجناح أيسر، خصوصا أنه يمتلك السرعة الفائقة وخاصية المراوغة 2-1 والإنهاء الممتاز أمام المرمى. فألف مبروك لجماهير منتخب محاربي الصحراء.